دي بعض صور من المكان اللي انا قاعدة فيه، بس انا ما مش عايزة اصور فيديوهات تاني عشان ما اتعرضش للنقد تاني. دي بعض صور مش كلها للمكان اللي انا قاعدة فيه، عشان الناس اللي بتطلب مني ان انا اصور روتينات. ده المكان يا جماعة، المكان ما يصلحش ان انا اعمل فيه اي روتين، فبالله عليكم ما تضغطوش عليا اكتر من كده. انا ممنوع ان انا امد ايدي على اي حاجة مش بتاعتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعين الغاليين، يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بصوا يا جماعة، أنا هدخل معاكم في الموضوع على طول عشان بس ما حدش يجرحني في الكلام في أي تعليق سلبي في أي فيديو، ولا حد يقول لي اعمل روتين، ولا حد يقول لي اعملي لنا روتينات مختلفة. يا جماعة بلاش تجريح فيا، بلاش تجريح فيا. انا نايمة راكدة تعبانة بقالي يومين بسبب اللف في عز الشمس، وكلكم عارفين وشفتوا في الفيديوهات انا بلف ليه. انا نايمة مش قادرة اقوم حتى اشوف طلبات عيالي. انا بس عشان فاض بيا، لاني برضو لسه الناس مستمرة، مش كل الناس، اغلب الناس على راسي من فوق في القناة، لكن في ناس ما تعرفش ظروفي. انا حبيت اوضحها يا جماعة. انا المكان الاوضة اللي قاعدة فيها دي متر في متر، يعني ما ينفعش اعمل فيها اي روتينات، ما تصلحش لاي روتين. حتى المواعين انا ما بستخدمش مواعين، عشان الناس بتقول اغسلي مواعين، انا ما بستخدمش غير طبقين في اليوم او طبق، الحمد لله على كل حال. فبلاش تجرحوني، وبلاش تحسسوني ان في حاجة ناقصة، تحسسونيش بالنقص. الناس اللي بتقول لي اعمل روتين، يا جماعة انا الروتين ده في اعمله ازاي الروتين ده؟ يعني لو ما عملتش روتين القناة خلاص توقع. كونوا رحماء بالغير، كونوا رحماء بالغير. انا مش قادرة اتكلم. يعني اعمل روتين اعمل ايه طيب في مكان متر في متر، ومتصور عندكم في القناة وشايفين بنفسكم المكان اللي انا قاعدة فيه؟ اعمل ازاي فيه؟ يعني اعمل ازاي روتين ده؟ انا اصلا لو جيت مثلا عملت روتين فيه، ويوم ما عملت انتقدوني، يوم ما عملت لقيت تعليقات سلبية يقولوا لي الحمام مش نظيف، عزكم الله، المخدات فيها مش عارف ايه. طب يا جماعة، انا امكانياتي وظروفي اللي انا متاحة معايا دلوقتي اللي انا اعيش في مكان زي ده، ليه تجرحوني بالكلام؟ انا لو عملت روتين مش هاخد دقيقتين عشان بس اعمله. طب كده الفيديو نزل وهبط، فين الروتين اللي هعمله؟ طب انتوا عايزيني اعمل روتين في المكان اللي انا فيه، طيب ما يسمحش ان انا اعمل روتين فيه. طب ايه الحل؟ طيب القناة توقع، ما فيش مصدر رزق يدخل لعيالي. الناس اللي دخلت جديد عندي، ادخلوا في الفيديوهات القديمة وشوفوا المكان اللي انا قاعدة فيه عامل ازاي، كله كراكيب. صاحب الأوضة مانع ان انا احط ايدي في اي حاجة، حتى ان انا اوسع مكان لي انا وعيالي، مانع ان انا احط اي حاجة ايدي فيها عشان اوسعها شوية او انظمها. انا مش هلعب فيها، انا ما كنت بقول انا مش هلعب فيها، انا هحاول اوسع بس، برضو مرضيش. طب اعمل ايه؟ طيب هو مش راضي. ادخلوا كده في القناة وشوفوا كمية الكراكيب اللي عندي في الأوضة اللي ممنوع ان انا امد ايدي عليها. يعني انا وعيالي الخمسة قاعدين في متر في متر. طب اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ انا ما عنديش روتينات، انا ما عنديش روتين. طيب انا ما يسمحليش امكانياتي دلوقتي ان انا اعمل روتين. هتوقفوا معايا في القناة على كده ولا لا؟ انا عارفة ان عندي ناس محترمة كتير وعلى الراس من فوق، واشيلهم على راسي، وراضيين بأي وضع، بحيث ان انا ربنا يكرمني من القناة، وهم ما يهمهمش الروتين اكتر ما يهمهم ان ربنا يكرمني ويفرج عليا ويرزقني. انا عارفة الناس دي على راسي من فوق، الناس دي انا اشيلها على راسي من فوق. لكن الناس يعني ممكن تكون ناس مش عارفة ظروفي ووضعي. يا جماعة ادخلوا في الفيديوهات القديمة وانتوا تعرفوا ان انا مش هقدر اعمل روتين. هتتوقفوا معايا وتساعدوني على كده، على ظروفي ووضعي ده، وتتقبلوا معايا
ظروفي وضعي لحد ما ربنا يكرمني. وانا احاول والله احاول ان انا احاول بقدر المستطاع ان انا اعمل اي حاجة في القناة بحيث انها برضو تتشاف. انا برضو هحاول على قد ما اقدر، لكن بالله عليكم ما تضغطوش عليا وتقولوا لي اعملي روتين واعملي كذا واعملي كذا. انا صدقوا بالله انا لي يومين اهو غسيل العيال اتكوم وانا مش قادرة اقوم براسي. السخونة شديدة، جت لي ضربة شمس من كتر اللف في الشموس، ومن كتر الواحد ما استغفر الله العظيم يا رب. انا مش قادرة اقوم اغسل هدوم العيال، ايدي مش قادرة، اعصاب ايدي مش قادرة ان انا ادوس عليها. شوفوا وصلت ليه، انا كوباية المية مش بقدر ان انا امسك بايدي بكوباية المية، وكل ما افكر ان انا ابص على هدوم العيال المكومة يا رب. طب اعمل ايه طيب؟ وقفوا معايا بالله عليكم، تتقبلوني بظروفي دي لحد ما ربنا يكرمني. انا مش عارفة اعمل ايه. انا مرضتش اصور فيديو تاني واوريكم الوضع، انا اكتفيت بصور، مش كل كمان المكان، انا اكتفيت بصور عشان الناس الجديدة اللي دخلت عندي نورتني وعلى راسي من فوق، بس عشان يعرفوا ظروفي ايه وما يطلبوش مني يقولوا لي اعملي روتين. انا المكان والله لو يسمح، انا من غير ما حد يقولي انا هكره ان قناتي تطلع واكره ان قناتي تتشاف ويدخل لي منها رزق، بس انا المكان اللي عندي ما يسمحليش ان انا اعمل روتين. طب اعمل ايه؟ وقفوا معايا بالله عليكم، وقفوا معايا عشان اطلع من الوحلة دي، اطلع من الوحلة اللي انا قاعدة فيها دي. تحكمات على مكان يعني ما فيش داعي للكلام. انا بيتحكم فيا، بيحصل تحكمات معايا في المكان اللي انا فيه على مكان ما يستاهلش والله العظيم. فبالله عليكم ما تزودوا عليا وتضغطوا عليا، انا مش قادرة اتكلم والله العظيم. انا فيا اللي مكفيني والله. انا الشمس ضاربة في راسي، مش قادرة اقوم من على المخدة من راسي. الشمس كأنها خدت وعطت في راسي، مش راضية تروح. سخونة ليا يومين، ليا عندي سخونة فظيعة، مش قادرة اقوم اشوف طلبات عيالي وصعبانين عليا ملهمش غيري. طيب انا صعبانين عليا عيالي ملهمش غيري، بالله عليكم ما تضغطوا عليا اكتر من كده. انا الدنيا ضغط عليا لما خلاص هنفير. ما تضغطوش عليا انتوا كمان، خليكم رحماء بيا، قدروا ظروفي. وانا اوعدكم ان شاء الله اذا ربنا فرج عليا وكرمني ورزقني وطلعت ورحت مكان احسن من كده هزهقكم من الروتينات، هتزهقوا مني. بالله عليكم دعوة حلوة ليا، ربنا ان شاء الله يخليني من حال الى حال افضل باذن الله. ادعولي بظهر الغيب ان ربنا يطلعني من الحال لحال احسن واحسن واحسن يا رب، عشان خاطر عيالي بس، لان هم اتبهدلوا معايا كتير حرام. معلش اعذروني معلش. انا طلعت بس حبيت اوضح للناس عشان ما يقولوش ان انا بستسهل ولا ان انا عملت القناة ان انا مش عايزة اعمل روتينات. لا بالعكس انا اكره ان يدخل لي رزق من قناتي، اكره اي حد يكره رزق جايله. بس انا وضعي ما يسمحليش بالطلبات اللي الناس بتطلبها مني، وضعي ما يسمحليش، غصب عني. استودعكم الله الذي لا تضيع الودائع. مع السلامة.